واحدة من أكبر المشاكل من نصايح كتابة الCV من الإنترنت هي إن أغلبها بيكون رأي شخصي، فاللي هينفع معايا ممكن ما ينفعش معاك، والعكس صحيح. فلما أوستن بيلسيك نشر النتائج بتاعته بعد تحليل أكتر من 125,484 CV ومناقشة النتائج دي مع أصدقاء ليا شغالين كHR في شركات كبيرة، وبرضه مناقشة وتحليل الCVs اللي عملت ليها انترفيوز على مدار ال10 سنين اللي فاتوا. اتحمست جدا لأن البيانات بشكل كبير بتلغي التخمين من المعادلة، ففي رأيي النتائج دي كنز حقيقي لأنها بشكل أساسي أكدت شكوكي إن علشان نكتب سيرة ذاتية أو CV مميز في مبادئ أساسية مثبتة لازم نتبعها، سواء بنكتب السيرة الذاتية لأول مرة أو بنحسن الCV بتاعنا اللي موجود بقاله سنين. الفيديو بتاعنا هيتقسم كالآتي: هشارك معاكم 5 نقط أساسية اللي اتعلمتها الأول، وبعدها هتكلم عن تأثير الدراسة والمناقشات، وهنختم بنصايح عملية لكتابة CV تقدروا تطبقوها فورا عشان تبقوا متميزين. فيلا بينا نبتدي، واللي أول مرة يشوفني أنا اسمي مصطفى مجدي وشغال كلاود اركتكت في ريد هات. وال5 نقط الأساسية من الدراسة والنقاشات تتلخص في الآتي: أولاً السيرة الذاتية اللي بيبقى فيها رابط لينكد إن بروفايل خاص بينا بتحقق نسب مقابلات أعلى، لكن 48% من السير الذاتية كان فيها رابط لينكد إن بروفايل. ثانياً المرشحين أو المتقدمين للوظيفة كتبوا 51% بس من الكلمات المفتاحية أو الكي ووردز والمهارات المهمة، وكان في نقص كبير في المهارات الشخصية. ثالثاً استخدام أرقام قابلة للقياس بيحسن نتائج السيرة الذاتية، لكن 26% بس من السيرة الذاتية كان فيها 5 أرقام أو أكتر. رابعًا الأبحاث بتوضح إن العدد المثالي للكلمات في السيرة الذاتية يتراوح ما بين 475 ل600 كلمة، لكن 77% من السير الذاتية كانت خارج النطاق ده. خامس نقطة والأخيرة: المحتوى المبالغ فيه بيقلل من قيمة السيرة الذاتية، لكن 51% من السير الذاتية كان فيها كلمات رنانة أو كليشيهات أو ضماير مكتوبة بشكل غلط. طيب دلوقتي إحنا عرفنا النقط الأساسية، إيه بقى ده معنى الكلام لينا أو يمثل لنا إيه؟ خلونا نبدأ بأول نقطة وهي إضافة رابط لينكد إن بروفايل للسيرة الذاتية. في البداية الفكرة ممكن تبان إنها بسيطة، بس وجود رابط اللينكد إن بروفايل الخاص بينا في الCV بيزود بشكل كبير الفرص للحصول على فرصة للانترفيو. بس لو بصينا بتركيز أكتر هنلاقي إن وجود لينكد إن بروفايل بسيط أو مش كامل فعلا بيقلل من فرصتنا للحصول على رد أصلا. بمعنى تاني، لو مش ناويين تهتموا بلينكد إن بروفايل بتاعكم فالأفضل إنكم تخفوه أصلا. ومن وجهة نظري المتواضعة الفرق ما بين لينكد إن بروفايل كامل أو بسيط بيرجع ل3 نقط: واحد، وجود صور شخصية احترافية وبانر على لينكد إن. اتنين، مدى تفاصيل القسم اللي بنكتب فيه الخبرات العملية بتاعتنا. تلاتة، ودي المهمة، الجهد اللي بنبذله علشان نبني علاقات مهنية أو كونكشنز ليها معنى. فلو حابين نعمل فيديوهات نتكلم فيها عن نصايح وأفكار إزاي نبني اللينكد إن بروفايل ونشرح كل النقط دي خطوة بخطوة، هستنى منكم إنكم تكتبوا لي في التعليقات تحت. في حاجة تانية كمان مهمة: لو لاحظنا كل ما المستوى الوظيفي بيزيد الفجوة في نسب الردود بين المتقدمين بتقل. ده معناه إن وجود لينكد إن بروفايل قوي مهم أكتر للناس اللي بتدور على وظائف في المستويات الأولى، زي الشباب الحديث التخرج واللي عندهم خبرة بسيطة، مقارنة بزمايلنا اللي في المستويات المتقدمة، أو زي مثلا الناس السينيورز أو المديرين. لو شايفين الفيديو لحد دلوقتي مفيد ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مش مقتنعين كملوا الفيديو علشان اللي جاي أحسن بكتير. النقطة التانية وهي استخدام كلمات مفتاحية أو كي ووردز والمهارات المناسبة في كتابة الCV. لما بنيجي نقدم على وظيفة أونلاين سواء على لينكد إن كمثال أو على السايت الخاص بالشركة، إن بيبقى فيهم أنظمة تتبع المتقدمين اللي هو الATS أو الApplicant Tracking Systems. الأنظمة دي بتبحث عن كلمات وخبرات معينة علشان تستبعد المرشحين اللي بتعتبرهم غير مؤهلين أصلا. فوفقا للأبحاث بقى متوسط وصف الوظيفة بيبقى فيه 43 كلمة مفتاحية، لكن معظم اللي بيقدموا للوظيفة بيطبقوا 51% بس منها في السير الذاتية بتاعتهم. يعني الCV بيبقى فيه حوالي 20 كلمة مفتاحية بس من أصل ال 43. فعشان نقدر نتغلب على المشكلة دي بنستخدم أدوات متاحة أونلاين علشان نعرف الكي ووردز أو الكلمات المفتاحية اللي موجودة في وصف الوظيفة، وهسيب لكم لينكس في كام واحدة كده تحت في الديسكربشن. فكل اللي هنعمله هننسخ وصف الوظيفة وهنحطه في الأداة، وهنشوف الكلمات اللي بتظهر لنا بشكل متكرر ونتأكد إن إحنا ضفناها بشكل طبيعي في كتابة الCV الخاص بتاعنا. كمان البيانات بتوضح إن السيرة الذاتية بتحتوي على 60% من المهارات التقنية المطلوبة، لكن بس 28% من المهارات الشخصية اللي مطلوبة مقارنة بوصف الوظيفة اللي إحنا بنستهدفها. وده منطقي لأن القسم الخاص بالمهارات والاهتمامات اللي هو السكيلز اند interests
اللي بيبقى موجود في آخر الCV اللي بيحصل إن إحنا بنبرز فيه المهارات التقنية زي الPython والSQL والAWS والExcel إلى آخره من مهارات تقنية. فعشان نتأكد إن إحنا ضفنا المهارات الشخصية المناسبة كمان في القسم ده، ممكن نبص على تقارير اتجاهات بيئة العمل من يوديمي كمثال، ونشوف إيه أكتر 10 مهارات شخصية مطلوبة في السوق اللي موجودة فيه، ونضيفها في الCV. النقطة التالتة بقى إننا نضيف نتايج قابلة للقياس في النقط اللي بنكتبها في الCV. فالدراسة بتقول إن 26% بس من السير الذاتية كان فيها 5 أو أكتر أمثلة على أرقام قابلة للقياس، و36% اللي هو أكتر من تلت ما كانش فيه ولا نتيجة قابلة للقياس. والسؤال الطبيعي اللي نسأله نفسنا هنا، طيب ليه الشركات أصلا بتميل للسير الذاتية اللي فيها أرقام؟ وده لسبب بسيط جدا، إن الأرقام بتسهل فهم وتقييم القيمة اللي إحنا بنقدمها. ودي نقطة مهمة جدا. لو عندنا مثلا 10 مرشحين، ولو العشرة مرشحين دول قالوا إنهم ناس مسؤولين عن إدارة وتنفيذ حملات على السوشيال ميديا، هيبقى صعب نحدد مين كان ناجح ومين لأ. لكن الشخص اللي هيقول مثلًا إن الحملات بتاعتي زوّدت الإيرادات بنسبة 30% سنة عن سنة، هو اللي هيبرز أكتر وهيبقى باين إن هو أشطر. وفي صيغة مشهورة للنقطة دي اسمها الXYZ، وبتكون بالشكل ده: حققت X وده متقاس بY عن طريق Z. فمثلًا لو كنا مهندسين cloud أو DevOps ممكن تكون بالشكل ده: إن أنا قللت وقت تنفيذ الpipeline بنسبة 40% عن طريق إن أنا باعمل automation للخطوات الcreation والdeployment باستخدام الTerraform والJenkins، وده أدى لتحسين وقت تسليم الapplication بنسبة 25%. أو مثلًا أنا خفضت تكلفة الcloud infrastructure بنسبة 20% عن طريق تحسين مثلًا استهلاك الموارد في AWS باستخدام الauto scaling. ودي نصيحة احترافية صغيرة كده، لو كنتم بتشتغلوا مثلًا على مشاريع مش مرتبطة بطريقة مباشرة بالنمو أو الإيرادات، زي مثلًا تحسين أدوات داخلية للشركة، ممكن نكتبها بالشكل ده كمثال: إن أنا زودت إنتاجية الdevelopment team بنسبة 30% عن طريق تطوير automation scripts مخصصة للCI/CD باستخدام GitLab، واللي ساهمت في تسريع إصدارات الapplications وتقليل الأخطاء بنسبة 15%. فالأرقام بتدي انطباع واضح وتأثير على شغلنا، وبتخلينا نبقى متميزين بشكل كبير. النقطة الرابعة وهي إن إحنا نخلي عدد الكلمات في السيرة الذاتية ما بين 475 ل 600 كلمة. أولاً الأبحاث أثبتت إن السيرة الذاتية اللي في النطاق ده بيكون عندها فرص مقابلات مضاعفة مقارنة باللي خارج النطاق ده. ثانياً 77% من السيرة الذاتية اللي تم تحليلها في دراسة أوستن والHR المحترفين اللي اتكلمت معاهم كانت أقل من 475 كلمة أو أكتر من 600 كلمة. يعني من الناحية الإحصائية البحتة، لو عندنا سيرة ذاتية حوالي فيها 500 كلمة، بنكون في وضع أقوى من المرشحين كتير غيرنا. وطبعا في استثناءات، وده بيبقى بناء على مستوى الوظيفة والأدوار الأكاديمية. فمثلا لو كنتوا أساتذة جامعة أو موظف في ليفل السينيور أو مدير تنفيذي مثلا، ممكن يكون عندكم سيرة ذاتية أو CV من صفحتين 3 بعدد كلمات أكتر من 1500 كلمة مثلًا، وده عادي جدًا. لكن لو حضراتكم مش من الفئات دي، فالاستنتاج ده معناه الآتي: أولًا ما نملاش السيرة الذاتية بكلمات مفتاحية أو keywords كتير بشكل عشوائي. فالموضوع ده مش بعدد الكلمات المفتاحية أو الkeywords، لكن باستخدامنا للكلام اللي فعلًا مناسب للوظيفة. ثانيًا نستخدم أدوات تعد لنا الكلمات زي ما كنا بنعمل في الجامعة مثلًا، بإننا نستخدم عد الكلمات في الوورد أو الجوجل دوكس علشان نتأكد إننا في النطاق المثالي. فالتركيز هنا على الجودة أكتر من الكمية. النقطة الخامسة واللي تعتبر كابوس للHR أو أي حد بيقرا الCV: الكلمات الرنانة أو الكليشيهات. ده رجاء خاص مني ما تستخدموهاش بعد إذنكم. كلنا شغوفين جدًا بشغلنا، وكلنا بنحب التفاصيل، وكلنا متعاونين جدًا، وكلنا عندنا عقلية إبداعية، وطبعًا كلنا بيقدّر الوقت. فلو الكلام ده تقيل على ودانكم، تخيلوا بقى الشخص اللي مسؤول عن توظيف اللي بيشوف الCV بتاعكم اللي بيعدّي عليه أو عليها مثلًا أكتر من 30 CV في اليوم. فبناءً على الدراسة إن 51% من السير الذاتية اللي اتحللت كان فيها كلمات رنانة أو كليشيهات. فالكلمات الرنانة أو المحتوى المُبالغ فيه أو الكليشيهات مش ضرورية خالص، بل بالعكس دي بتقلل من قيمة السيرة الذاتية الخاصة بيكم. فوأنتم بتكتبوا الCV بتاع حضراتكم، الهدف منه إنكم تبيعوا خبرتكم مش إنكم تلخصوها. فالحل العملي إن إحنا نخش على جوجل ونكتب resume clichés and buzzwords، وشيلوا أي كلمة منهم موجودة عندكم في الCV بتاعكم علشان نعمل تحسين فوري للCV بتاعنا. هل بعض الاستنتاجات اللي من الدراسة والنقاشات دي بديهية؟ ممكن. فأكيد لازم نضيف نتائج قابلة للقياس، ونحسن الLinkedIn profile بتاعنا،
ونبعد عن أي كلمات كليشيه أو حشو للCV بكلمات ما لهاش لازمة. لكن الأرقام والنسب اللي اتكلمنا عنها نتيجة من الدراسات والاستنتاجات والأبحاث بتوضح إن النقط الأساسية دي بتعتبر أساس قوي جدًا علشان تقدروا تعملوا تحسينات وتعديلات إضافية لتحسين الCV الخاص بيكم. أنا عن نفسي عملت كتير من الغلطات دي زمان، فممكن تشوفوا الفيديو ده عن أكتر 5 أخطاء عملتها في السيرة الذاتية أو الCV لمّا كنت باقدّم على شغل في مجال الIT وred hat. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.